Hello Prep 1 students، وصلنا مع بعض البارت 2 من lesson 3. يلا بينا نفتكر مع بعض أخدنا إيه في بارت 1. إحنا قلنا إن السبستانسز اللي موجودة حوالينا نقدر نقسمها لحاجة من اتنين، يا إما pure يا إما mixture. أعرف منين الفرق ما بينهم؟ البيور لما هاجي أبص عليه هلاقي إن كل الحاجات اللي جنب بعض كلهم شبه بعض، ده كده معناه إن دي pure substance، يعني في similarity ما بين الأشكال اللي موجودة جنب بعضها كلهم زي بعض. لكن الميكستشر هنلاقي ان هم حاجات different موجودين جنب بعض مختلفين مش شبه بعض. كمان اخدنا ان البيور ممكن يبقى حاجة من اتنين، ممكن يكون element وممكن يكون compound. الفرق ما بين الاليمنت والكومباوند ان الموليكيول بتاع الاليمنت كل الاتومز اللي موجودة فيه بتكون similar atoms، وممكن يبقى فيها مونو او داي او بولي اتوميك زي ما احنا شايفين كده. لكن الكومباوند بيبقى عبارة عن combination او combination between different elements، وطبعا الcombination ده حصل chemically. That's why if we want to separate between them we will use a chemical method. وأخدنا من الchemical methods اللي بنستخدمها عشان نعمل separate للcompound الالكتروليسيس والهيتنج. كمان قلنا ان الكومباوند ده ممكن يكون organic وممكن يكون inorganic. الأورجانيك compounds بنسميها carbon compounds لأنها فيها mainly carbon bind with hydrogen، وأشهر مثال عندنا للأورجانيك كومباوند هو الميثان CH4. لكن الإنأورجانيك هي أي حاجة تانية موجودة مش لازم يكون فيها أساسي الكربون والهيدروجين، ممكن يكون فيها الكربون لوحده أو الهيدروجين لوحده. خدنا مثال كمان عليها اللي هو النيتريك أسيد. نروح بقى للميكستشر، قلنا إن هم حاجات different. طالما هو ميكستشر يبقى الحاجات دي حصل لها ميكس physically، وده طبعا عكس الكومباوند ان هم not chemically combined together. That's why we separate between them by using a physical method. واخدنا من الphysical methods used to separate between mixtures خدنا حاجة اسمها magnetic separation، وخدنا filtration، خدنا evaporation and condensation. خدنا نوعين من الميكستشرز كمان هما الهوموجينيوس والهيتروجينيوس، وقلنا ان الهوموجينيوس I cannot distinguish between its components، لكن الهيتروجينيوس I can distinguish between its components. ده طبعا كده سريعا اللي احنا اخدناه في lesson 3، اتكلمنا عنه بالتفصيل لو حابين نرجع له في part 1. part 2 هنتكلم فيه عن ايه؟ هنعرف حاجتين، كلمتين استخدمناهم في part 1 هما كلمة physical و chemical. What is the difference between these two words? We will talk about the physical and chemical properties of the substance. كلمة physical معناها إن هي حاجات can be observed and measured، يعني أنا أقدر أستخدم السنسز بتاعتي إن أنا أشوف الحاجة دي hot لا دي cold، ده كده physical. طب الحاجة دي heavy أو light دي كده physical. الحاجة دي مثلا shiny not shiny ده كده physical. الحاجة دي بتعمل ميلت يعني بتتشينج من شكل للتاني عند تمبريتشر معينة، دي اسمها ميلتنج بوينت، دي حاجة فيزيكال. مش بس ان انا حاجة بعمل لها اوبزرف، دي كمان كان بي ميجرد، انا اقدر احدد اذا كانت الهوتنس او الكولدنس بتاع الحاجة دي باستخدام التمبريتشر. اقدر احدد اذا كانت الحاجة دي هيفي ولا لايت باستخدام حاجات كتير، ممكن استخدم البالانس وممكن استخدم كونسبت زي الدنسيتي ان انا احدد اللايتر وهيفير مور دنس ليس دنس. طيب والكيميكال بروبرتيز بقى زي ايه؟ علشان نعرفها احنا محتاجين نتعرف اكتر عن النيتشر او طبيعة الاتوم او الاليمنت اللي احنا بنتعامل معاه، ونشوف الرياكشن بتاعه او البيهيفير بتاعه during the chemical reaction، وده هيدينا رد عن اسئلتنا. زي ايه مثلا؟ زي ما احنا بنبص مثلا على الجولد it will not rust، مش بيحصل له رست ومش بيصدي، لكن a piece of iron بيحصل لها رست. طيب الاتنين ميتالز انا بالنسبة لي دي حاجة cannot be measured، مش حاجة هقيسها او اعرف ده بيرست قد ايه وده مش قد ايه. اجابة السؤال ده خلينا دقيقين شوية، اجابة السؤال ان ليه ده بيعمل رست وليه ده مش بيعمل رست، محتاج ان انا اتعرف اكتر على الكيميكال بروبرتيز بتاعة الاليمنت، فدي حاجة chemically not physically. زي مثلا لما بنحط حاجات على بعضها في المعمل بتاعنا، فاحنا بنعمل اي تجربة ممكن نحط حاجات على بعضها تفرقع نسمع صوت فرقعة، او ممكن مثلا يحصل تشينج في الكالر، او ممكن مثلا يحصل ايفولف الجاز يطلع جاز معين. فبرضو الحاجات دي بتحصل بناء على ايه؟ depending on the chemical property of the substance. ده كده عامة يعني ايه الفرق بين physical و chemical. يبقى ال physical properties of a substance can be observed and measured in some cases طبعا.
لكن ال chemical properties only appear when a chemical reaction occur leading to a change in the form and composition of substance. تعالوا كده نشوف الصور دي ونشوف هنقدر نحدد هي physical ولا chemical ولا لا. الصورة اللي قدامي دي فيها difference in viscosity between water and honey. طبعا احنا شايفين الفرق في الووتر والهاني في الفلو، يعني نحس ان المية كده بتنزل بسهولة اكتر، لكن الهاني في شوية تقل كده، وده معنى كلمة viscosity، وطبعا دي حاجة physical property. الصورة التانية في حاجات لما حطيناها في الووتر حصل لها سينك، يعني نزلت تحت زي الايرن مثلا او الكوين، لكن البيس اوف كورك floats on water surface. The difference between them in the density، للايرن عمل سينك والكورك عمل فلوت، هنقول عشان الايرن more dense than water لكن الكورك less dense than water، فكده في فرق ما بينهم في الدنستي، والدنستي considered as a physical property. طيب بالنسبة للصورة اللي بعد كده، هي في difference في الكالر between litmus paper لما حطيناها عند الليمون جوس ولما حطيناها على التوث بيست، في اختلاف في الألوان بتاعة الليتمس بيبر. أولا أنا عندي لونين من الليتمس بيبر، بلو وريد، حصلت تشينج للبلو الليتمس بيبر انتو ريد في حالة الليمون، وحصلت تشينج للليتمس بيبر الريد لبلو كالر في حالة التوث بيست. هل دي حاجة كان بي measured، يعني نقدر نقول إنها physical؟ إجابة السؤال ده محتاجين نفتح كتب كده ونسأل ونبدأ نذاكر شوية ونعرف chemical properties. فطبعا ال difference في ال color of litmus paper considered from chemical property of a substance. نروح للصورة اللي بعد كده، في difference في ال effect of heat on a block of butter and aerogel sheet، وده بيعتبر a physical property. آخر صورة معانا هو ال difference في ال color of solid precipitate. البريسيبيتيت ده هي حاجة solid substance اتكونت نتيجة ان احنا ضفنا single reagent، يعني الحاجة اللي انا ضيفها من فوق دي هي نفس الحاجة في الحالتين، لكن ضفناهم على two different solutions وخلى يتكون precipitation بألوان مختلفة زي ما احنا شايفين. طيب هل دي حاجة انا عندي ليها تفسير فيزيكالي من بره كده اقول عليها حاجة؟ لا طبعا. فعلشان كده ال difference في ال color of solid precipitate considered as a chemical property. تعالوا نعرف الفرق ما بين الميتالز والنون ميتالز according to physical properties. احنا طبعا اتكلمنا عن الفرق ما بين الكيميكال properties of metals and non-metals في الدروس الأولانية، ان هما chemical activity بتاع الميتالز بي increase by increasing the atomic number، لكن النون ميتالز بيحصل له decrease. فاكرين الحاجات اللي خدناها في lesson 2؟ احنا بقى النهارده هنتكلم عن different في physical properties of metals and non-metals. All metals are shiny، يعني have metallic luster، ليهم لمعة كده مميزة، لكن ال non-metals are not shiny don't have metallic luster. What about the conduction of heat and electricity؟ طبعا all metals are good conductors of heat and electricity while non-metals are bad conductors of heat and electricity except عندي بس exception بسيط في ال conduction of electricity اللي هو الكربون element. ال density of most metals بتبقى high density. ال melting point وال boiling point of metals بتبقى very high، يعني محتاجين temperature عالية جدا عشان يحصل له melt أو علشان يحصل له boil، لأن هم metals طبعا، لكن ال non metals عندهم low melting and boiling point. آخر حاجة ال flexibility، يعني ال shaping، أقدر لو أنا عندي أي element metal أقدر أشكله وأعمل بيه حاجات مختلفة، لكن ال non metals ما عندهمش flexibility، يعني cannot be shaped، ما أقدرش أشكلهم وأعمل منهم أشكال مختلفة. دلوقتي احنا due to the difference in substances and difference in their properties، عندي بقى حواليا substances كتيرة جدا ومختلفين عن بعض تماما في ال properties، وبناء عليه ال uses بتاعة ال substance دي هتعتمد أو هتبقى based on their properties. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا عندي الاليمنت زي الهيليوم. الهيليوم احنا عارفين ان هو an inert gas. الهيليوم بقى في حياتنا سمعناه قبل كده، لما البالونز تفل with هيليوم تبقى البالونة طالعة لفوق كده و lighter than air. ده معناه ان الهيليوم less dense than air، وكمان non flammable. non flammable يعني الجاز ده مش من الجاز اللي بتشتعل او بتولع، فالهيليوم بنستخدمه to fill بالون. تعالوا نشوف element تاني زي النيتروجين. النيتروجين ده is a non-metal gas، والنيتروجين عنده property ان هو not affected by temperature change، يعني مش بيتغير بتغير الحرارة، بيحافظ على الفوليوم بتاعه، الحجم بتاعه بيفضل ثابت نوعيا مع تغير الحرارة سواء بتزيد الحرارة او بتقل. and doesn't react with rubber، ولما بيعملش reaction مع الربر.
فده كده يبقى حاجة كويسة جدا ان احنا نعمل فيه. او used in filling car tires instead of air، ده افضل من ان احنا نملى كاوتش العربية بالهواء، احنا نعمل له فيل بالنيتروجين علشان عنده property تساعده انه يعمل الفانكشن دي. مثلا عندي ستانلس ستيل الوي والومنيوم تيتانيوم الوي. تعالوا الاول نشوف كلمة الوي يعني ايه. الالوي ده هو ميكس ما بين تو سوليدز، بيحصل ببروسيس معينه كده. طبعا تو سوليدز ونعمل لهم ميكس ده كلام مش منطقي، فاحنا بنسيح الاول التو سوليدز دول نعمل لهم ميكس وهم في الليكويد ستيت، وبعدين نرجع نجمدهم تاني. فالشكل اللي قدامي ده كده يبقى اسمه الوي. عندي ستينلس ستيل الوي وده بيبقى معمول من الايرن واليمنت تاني. طب لو ما عملناهوش من الايرن لوحده ليه وبنستخدمه في ايه؟ اولا احنا بنستخدمه في المانيفاكتشرنج اوف كوكينج يوتنسلز، يعني في الادوات بتاعه المطبخ. طب ليه برضو ما استخدمناش الايرن لوحده؟ لان الايرن لوحده بيعمل رست، يعني بيصدي. فلما بنضيف عليه الاليمنت ده وبنعمل ستينلس ستيل الوي، ده بيبقى resistant to rusting و this is the reason or that's why we are using stainless steel alloy instead of iron. طيب what about aluminum titanium alloy؟ الالوي دي او الميكس ما بين الالومنيوم مع التيتانيوم بيخليه lighter than aluminum only، يعني لما بنعمله ميكس مع التيتانيوم بيخليه اخف and retains its strength at high temperature، وبيحافظ على القوة والصلابة بتاعته في درجات الحرارة العالية. That's why it is used in construction of military aircraft frames، يعني بنعمل منه الهياكل بتاعة الطيارات الحربية. تعالوا نشوف السيليكون ايه البروبرتي اللي موجودة عنده. والسيليكون ده ميتالويد، خدنا اسمه طبعا مع البورون، فاكرين اسامي الميتالويدز اللي احنا قلنا نحفظها دي؟ فالسيليكون ده عدى علينا قبل كده وهو ميتالويد. والالكتريك كوندكشن بتاع السيليكون poorer than metals، يعني اقل من الميتالز، وbetter than non-metals، يعني افضل من النون ميتالز. وthats why we are using silicon in making computer chips. تعالوا بقى نروح لآخر حاجة اللي هي الإيروجل. والإيروجل is a transparent low density solid material. واحدة واحدة، هو solid ولا liquid ولا جاز؟ هو solid. طيب شكله عامل كده ليه؟ عشان هو transparent، شفاف، وكمان solid بس it has low density. low density يعني خفيف جدا جدا لدرجة ان 99.8% of its components is of air only. تقريبا 100% منه عبارة عن air. So الإيروجل ده is the lightest known solid material. أخف حاجة solid موجودة على الأرض دلوقتي هي الإيروجل ده. with high durability، يعني عنده قدرة على التحمل كويسة جدا. و it has excellent insulating property. هي دي بقى اللي عايزين نخلي بالنا منها. يعني ايه insulating property؟ يعني عنده قدرة على انه يفصل، لو حطيناه حوالين حاجة كده انه يفصلها عن التمبريتشر اللي حواليها. طب ما دي فكرة كويسة، علشان it is used in making jackets of the researchers in Antarctica as a substitute of polar bear fur. الباحثين اللي بيعملوا أبحاث في الأماكن القطبية اللي هي البولر شديدة البرودة، عايزين يتحركوا بمنتهى السهولة في المكان ده. وطبعا مهما لبسوا من جواكت هيبقى الموضوع برضو هيحصل فيه ليكج للحرارة ويسقعوا جدا. طبعا مين اللي هناك بقى بيقدر يتحرك بمنتهى الحرية في الأماكن البولر؟ هو البولر بير، عنده فير. فالإيروجل ده act exactly like the fur of polar bear، فده بيحافظ عليهم من الإكستنكشن. يلا بينا نحل أسئلة على الدرس الثالث ونشوف شكل الأسئلة ممكن يجي لنا إزاي. Question 1. Put right or wrong with correction. Number 1. Stirring both table salt and sand in water gives a homogeneous mixture. هل احنا لما بنحط تيبل سولت وساند الاتنين نحطهم في المية ونقلب ده كده بيبقى homogeneous؟ أكيد لأ، بيبقى heterogeneous mixture. Number 2. NaBr compound is formed by the combination of two metals in a fixed mass ratio. ال Na ده الصوديوم والصوديوم from metals، ده عارفينه. ال Br ده السيمبل of برومين، والبرومين ده من جروب المدلعين بتوع الهالوجينز اللي هم النون ميتالز. يبقى لأ طبعا الكومباوند اللي قدامي ده not two metals، الكلام ده غلط، هو metal with non-metal. Number 3. The melting of ice is a chemical change. هل الايس لما بيحصل له ملت ويتحول لووتر ده كده حصل له change chemically؟ الإجابة طبعا غلط، ده physical change. Water in some rivers is covered with ice in winter season, and this means that ice density is greater than water density.
طبعا بيبقى فيه لاير من الايس في الريفرز الوينتر، ودي حاجة كلنا عارفينها. هل الدنستي بتاعت الايس ده اكبر من الووتر؟ لو كانت اكبر من الووتر كان الايس ده نزل لتحت. حتى احنا لما بنجيب مكعبات تلج كده من الفريزر ونحطها في كوباية مية بيحصل لها float on the water surface، فده معناه انها عندها density less than water not greater than water، فإجابة الجملة دي غلط. Question 2. Which of the following describes the properties of copper metals؟ يا ترى مين من الأربع اختيارات اللي قدامي دول يكونوا صح عن الكوبر ميتال؟ حد يقول لي أنا مش عارف مين الكوبر ميتال ده، سواء نعرفه أو ما نعرفوش، إحنا اللي يهمني في القصة دي كلمة ميتال. فهنبص على الميتال ده ونشوف البروبرتيز اللي هو مديها لي. بيتكلم عن الميلتنج بوينت. احنا لسه قايلين ان الميلتنج بوينت اوف ميتالز بتبقى عاليه جدا، فممكن نروح عند حد يقول لي نروح عند 100، اقول له ماشي خلينا في 100 و 1083. تعالوا نروح للبروبرتي اللي بعدها sinking in water. هل الميتال ده لما بنحطه في الميه بيسينك ولا بيفلوت؟ طبعا هو ميتال، فموست ميتالز عندهم هاي دنسيتي فبيحصل له sinking بتنفع في سي ودي. تعالوا نروح لآخر حاجة بقى conducting electricity. هل الميتالز بتكوندكت الالكتريسيتي؟ طبعا، يبقى ما ينفعش اختار سي، فالإجابة بتاعتي هتبقى دي. All the following are physical properties of a piece of calcium carbonate except that it. احنا كلمة كالسيوم كربونات أخدناها في أول درس خالص لما كنا بنتكلم عن الماتر، وقلنا ان الكالسيوم كربونات دي هو السبستانس بتاعت السفنكس اللي هو أبو الهول. هي دي المعلومة بس اللي هنستند عليها؟ هي دي المعلومة اللي هنستند عليها. هو بقى مديني كل الإجابات physical properties except وحاجة واحدة بس مش physical، يبقى هي أكيد من الchemical properties. تعالوا نشوف الإجابات مع بعض. أول حاجة is solid. الobservation بتاعت السوليد والليكويد والجاز دي من الحاجات الفيزيكال، يبقى دي مش إجابة، يبقى دي حاجة physical وأنا بدور على حاجة chemical. doesn't dissolve in water يعني مش بيدوب في المية، وبرضو البروبرتي دي physical property. is white in color. طبعا الobservation برضو بتاعت الcolor physical property، لكن دي produces gas bubbles with vinegar، معناه ان انا لما بحط عليه vinegar بيطلع gas bubbles، يبقى دي هي الchemical property وهي دي الاكسبشن اللي احنا هنختاره، فاجابتنا هتبقى دي. The following table shows sample of different substances. عندي 4 samples. Which sample is substance can be used in making water hose؟ الووتر هوز ده اللي هو الخرطوم ميه، تمام كده؟ طيب ايه البروبرتيز اللي انا محتاجها علشان اعمل خرطوم الميه ده؟ هل انا محتاج انه يكون شايني؟ اكيد لا، يبقى انا كده هستبعد 2 و4 وهخليني في 1 و3. هل انا محتاج انه يبقى فليكسبل، يبقى عنده مرونه ويتحرك؟ اكيد طبعا، يبقى انا كده هستبعد كمان 1 واجابتي هتبقى نمبر 3. طب تعالوا نروح للبروبرتي الاخيره conducts electricity. هل أنا محتاج إن خرطوم المية ده يكوندكت الإلكتريسيتي؟ أكيد لأ، فكده إجابتي الصحيحة هي نمبر 3. Classify the following materials into 2 groups elements and compounds. Al ال ده الألمنيوم وطبعا ده is an element. CO2 الكربون دايوكسيد طبعا compound. N2 consists of 2 nitrogen atoms يعني هما similar يبقى ده element. H2SO4 باين جدا ان هما حاجات different مع بعض يبقى compound. SiO2 also compound. Cu ده symbol of copper فالcopper is an element. NH3 is a compound و O3 عبارة عن 3 oxygen atoms وهما similar فيبقى element. Mention one difference between each of the following hydrogen molecule and water molecule. إن الهيدروجين is an element لكن الwater is a compound. Oxygen molecule and ozone molecule الاتنين دلوقتي بالنسبة لي element. What is the difference between them؟ الفرق ما بينهم إن الأكسجين ده diatomic element لكن الأوزون polyatomic element. Mention one use of aerogel according to its high ability of insulation. هنقول it is used in making jackets for researchers in Antarctica as a substitute for polar bear fur to protect them from extinction. Design a table showing the number of elements and the number of atoms composing one molecule of each of the following. أول حاجة عندي nitric oxide. النيتريك أوكسايد ده NO. How many elements؟ 2. nitrogen و oxygen. How many atoms؟ 2.
يعني واحد نيتروجين وواحد أكسجين يبقوا 2 atoms. مغنيسيوم كربونات MgCO3. How many elements؟ عندي مغنيسيوم اللي هو Mg، كربون اللي هو C، وأكسجين اللي هو O، يبقى so we have 3 elements. How many atoms؟ عندي 1 atom of magnesium، 1 atom of carbon and 3 atoms of oxygen، فيبقى total 5 atoms. إيثانول C2H5OH. How many elements؟ كربون ده الإليمنت الأولاني، هيدروجين ده الإليمنت التاني، والأو ده الأكسجين يبقى ده الإليمنت التالت، يبقى so we have 3 elements in ethanol molecule. How many atoms؟ 2 كربون، 5 هيدروجين، 1 أكسجين و1 هيدروجين، لو جمعناهم مع بعض يبقى التوتال 9 atoms. آخر سؤال معانا النهاردة. When a white powder in a test tube is heated, nitrogen dioxide gas and oxygen gas evolve and a red substance remains in the tube. يعني أنا جبت أنبوبة فيها white powder وحطيتها على النار، هيطلع عندي 2 gases، واحد اسمه نيتروجين داي أكسايد. طب ده بيتكتب إزاي؟ نيتروجين السيمبل بتاعه N، وداي أكسايد، داي يعني 2 وأكسايد جاي من أكسجين يعني 2 أكسجين، فهنكتبه NO2. تمام كده؟ and oxygen gas evolve O2. محدش يكتب لي O واحدة بس، لأن الأكسجين جاز بيتكتب O2. وفضل عندي في الأنبوبة red substance، هي دي اللي فضلت في التيوب. عندي بقى 3 أسئلة على الشكل اللي قدامي ده. Is the white powder an element or a compound؟ طبعا هو compound، أكيد compound. الوايت باودر اللي أنا بدأت بيه ده. explain يعني وليه إحنا قلنا إن هو compound؟ هنقوله because its components were separated by chemical method. انت استخدمت chemical method دلوقتي عشان تعمل separation، يبقى ده على طول is a compound، او ده الدليل بتاعي ان ده compound. السؤال التاني what are the elements that are certainly found in the white powder؟ يعني ايه الاليمنتس اللي اكيد موجودة، كانت موجودة في الوايت باودر؟ اكيد كان موجود نيتروجين اللي خرج في النيتروجين دايوكسيد، واكيد موجود أكسجين اللي خرج برضو في النيتروجين دايوكسيد وخرج في الأكسجين لوحده، يبقى التو elements اللي أكيد موجودين في الوايت باودر هما النيتروجين والأكسجين. آخر حاجة heating the red substance leads to the formation of mercury and oxygen. لو الريد بقى السبستانس اللي موجودة في التيوب دي سخناها شوية كمان هتديني ميركوري وأكسجين. What are the elements that compose the white powder؟ إيه بقى الاليمنتس اللي هتبقى مكونة للوايت باودر؟ فاحنا لسه قايلين في السؤال اللي قبله ان انا اكيد معايا نيتروجين واكسجين، وهضيف معاهم كمان الميركوري اللي هو قال لي ان هو اكيد موجود في الريد سبستانس. وبكده يبقى احنا خلصنا مع بعض lesson 3 بفضل الله. اشوفكم ان شاء الله في lesson 4.